اهلا وسهلا بكم في وصفه جديده. اليوم نحضر ان شاء الله واحد الطويجين كيجي معسل بمعنى الكلمه، كيجي لذيذ بزاف، واهم حاجه هو انه كيتحضر بسرعه قياسيه، كيطيب معاكم وكيجي ناجح. فقط تبعوا معايا غير الخطوات والطريقه. هنا كيف كتشوفوا عندي الخضره اللي قشرتها وصلتها ديجا. انا بالنسبه لهنا غادي ندير الطريفات ديال الجهه ديال الطاجين ديال بيبي. تقدروا تعوضوا بالدجاج، ولكن بيبي صراحه كيجي لذيذ بزاف هكا بهاد الشرموله هادي. المهم عندي الطريفات اللي مغسولين ديجا ومستقطرين، كنضيف لهم شويه القزبره والمعدنوس مقطعين، كنضيف لهم جوج فصوص كبار ديال الثومه اللي تيكونوا محكوكين، وواحد نص حامضه اولا ربع حامضه مسيره كنقطعها باللوب ديالها وداك القشره ماشي مشكل. وصافي هنا غادي ندوز ندير العطريه ديالي. عطريه كنستعملوا العطريه العاديه، شويه ديال الملحه، سكينجبير، البزار، الخرقوم، وشويه ديال التحميره والملحه بطبيعه الحال. كنشرملو هكا غير في داك الظرف ديال 5 دقائق ولا 2 دقائق تقريبا، يعني راه كتدخل معنا الشرموله القياس اللي غنكونوا الجهد اللي غنكونوا قطعنا البصله وخيزو حيت هو اللي كيجي من التحت. صافي راه داكشي راه كيتشرب بالعطريه باش كيدخل معاه الطياب وكيجي لذيذ بزاف. الا تبعتوا الطاجين بهذه الطريقه يولي يجيكم ناجح ويجيكم لذيذ بزاف. راه ما كنديروا فيه حتى قطره ديال الماء. اول حاجه كيف كتشوفوا التفريشه الاولى هي ديال الخيزو، كنقطعوها كمربعات صغيره، من جهه كيستحمل الطياب ومن جهه كيطلق داك الماء وكيطلق داك البنه ديالو. هنا الطبقه الثانيه راه غادي نضيفوا البصله حتى هي اللي غنشلدوها مزيان. يعني داكشي كيبقى طريقه عشوائيه، البصله دغيا كيدخل معها الطياب، ولكن من الاحسن ما ديروهاش هي اللي لتحت، تكون هي الثانيه اللي كتجي اللي كيجي فوق منها اللحم اولا الدجاج اولا بيبي اللي عندكم متوفر. صافي هنا كنقاد تفريشه ديال بصله. غادي ناخذ داك الطريفات اللي شرملت ديال بيبي وغادي نستفهم هكا، وداك الشرموله اللي بقات كنحاول نوزعها على الطاجين كامل، حيت في هذه المرحله ما غاديش نضيف العطريه. صافي داك الدجاج اللي معطر اولا بيبي راه غيطلق لنا داك العطريه مع باقي العناصر. صافي هنا عندي حبه ديال الفلفله. بالنسبه للخضره غادي الخضار غتستعملوا داكشي اللي متوفر عندكم اللي كيعجبكم. تقدروا ديروا جلبانه، الشفره، اللوبيا، المهم اللي متوفر عندكم. هنا عندي فلفله خضراء وواحد الفلفله ولا نص فلفله صغيره، فلفله حمراء كتطلق واحد الحلاوه ديالها حتى هي. وعندي حتى الكورجيت حتى هو، غير كان عندي كونجلي يعني غادي نجبدها من الفريغو خليتها كتطلق شويه باش تجيني سهله في التقطاع. وعندي هنا حبه صغيره ديال الدنجل اولا نص حبه الا كانت كبيره، درت غير النص، عندي حبه كبيره كنزول ديك القشره الكحله ديالو حتى هو كنقطعو مربعات صغيره. هاد الطريقه كتخلي الطاجين دغيا كيطلق داك الماء دغيا كيطيب داك الخضار وداك الشيء. ابار الطريقه اللي كنشحروا فيها الدجاج مع البصله وعاد ولا اللحم مع البصله عاد نضيفوا الخضره. هنا كيف قلت لكم عندي واحد الحبه كبيره ديال الكورجيت. كيجي هاد الطاجين صراحه لذيذ بزاف ومعسل، ما كنضيفوا له حتى قطره ديال الماء، غير كنطيبوه بزيت الزيتون وحامض مصير وكيجي يا سلام. ان شاء الله تتبعوا بهاد الطريقه وينجح معكم. صافي من بعد ما كنكمل هنا الكورجيت ديالي، هنا في هذه المرحله غادي ناخذ العطريه. نفس العطريه اللي استعملت في الاولى هي كندير رشات خفافين، حيت ما كيف قلت لكم ما كيتحرك ما والو، خص طبقات كاملين ديال الخضره تدخل معاهم داك العطريه ويجيو معطرين ومنسمين. نفس العطريه اللي استعملت في الاولى هي هو كندير كميه قليله، شويه الملحه، البزار، الخرقوم، التحميره وسكينجبير. صافي عندي هنا 2 حبات ديال البطاطا اللي غسلتها حتى هي وقشرتها، كنديرها هكا شنايه في طوالين ويكونوا رقاق بطبيعه الحال، باش كيف ما قلت لكم حنا الغرض ديالنا هو الطاجين دغيا يطيب لينا ويجي لذيذ. صافي كنستفهم هكا من الفوق. وحتى البطاطا حتى هي باش ما يجيناش هكا تجينا باسله، حتى هي كنضيفوا لها من الفوق شي شويه د العطريه. هنا عندي واحد لي طوماط سوغيز، واحد شويه غير للتزيين، كيطلقوا تما واحد المذاق زوين. وعندي هنا واحد ربع حامضه مصيره حتى هي كنديرها من الفوق. وكيف قلت لكم البطاطا كانت هي كنعطروها شويه
مليحه، بزار، خرقوم، سكينجبير وشويه ديال التحميره غير من الفوق، داكشي غير خفيف، غير الجهد اللي غادي تبنن فيه البطاطا. صافي هنا كنضيف زيت الزيتون وكندير واحد بابي كويسون على ورق الطهي وكنخليه مزيان. داك الطاجين كنسد عليه الغلاقه ديالو ونديرو له من الفوق وعاد ندير الغلاقه. صافي راه في ظرف ساعه ديال المكانه وتكون النار مهيله، ساعه حتى لساعه وربع تيكون واجد. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، بالصحه والراحه.